السلام عليكم ورحمة الله. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليمات تاريخية ستغير واقعا بائسا عايشه آلاف العائلات التونسية لسنوات عديدة. يأتي ذلك في لقاء دار بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وسلوى العباسي وزيرة التربية، حيث أكد سعيد على ضرورة إيجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم، بل تنهي عديد الأوضاع المأساوية التي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم منذ سنوات معالجة هذا الموضوع بطريقة واضحة وسليمة تضمن حقوق المعنيين وحقوق الناشئة على حد السواء. في اليوم التالي مباشرة أصدرت وزارة التربية البيان التالي: إثر سعي مطول من وزيرة التربية لحل جميع مشكلات المتعاقدين من شتى الأسلاك، أساتذة ومعلمين ومرشدين تطبيقيين وأعوان تأطير، وبدعم مطلق من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لا يسع وزيرة التربية سوى أن تهنئ كافة المربين بهذا المكسب الاجتماعي التاريخي الذي سيتحقق قريبا بصدور أمر ينظم انتداب المتعاقدين كافة، إما دفعة واحدة أو على دفعات، قاطعا مع سنوات التهميش والظلم والمتاجرة بحقوقهم، لينبلج فجر مسار من استرداد الكرامة وتحقيق الجودة التعليمية التي تنصف المتعلم والمربي على حد سواء حتى تحقيق الغاية الوطنية الأسمى، ويعود إلى المنظومة التربوية التونسية وهجها وألقها بين جميع بلدان العالم. وبالمناسبة تدعو وزارة التربية المربين المتعاقدين من الأسلاك المذكورة إلى إحياء ليلة احتفالية مساء الاثنين 5 أوت بداية من 7 مساء أمام مقر بابنات، لنتشارك جميعا هذه الاحتفالية التاريخية ونقطع مع عهود القهر والإذلال. مع العلم هنا أن تعداد المعلمين النواب فقط يقدر بحوالي 5000 معلم نائب تعرضوا في السنوات الفارطة لما يمكن تسميته مهزلة وطنية برعاية الأحزاب الحاكمة وقتها. تدخل سعيد أوقف مهزلة في قطاع قد يجوز اعتباره أهم القطاعات على الإطلاق. ونبرز هنا أن رئيس الجمهورية خلال تطرقه للتعهد بالمنشآت التربوية وصيانتها أكد أن الاعتمادات المرصودة متوفرة فضلا عن استعداد المواطنين للمساهمة في عملية التعهد والصيانة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعداد من الآن للعودة المدرسية والعمل أيضا على توفير الحماية للتلاميذ ولمحيط المدرسة والمعاهد إلى جانب النقل، مشددا على أن أهم مكسب لتونس هو التعليم، وأن أثمن ثروة هي الثروة البشرية، وأهم حصن ضد كل أنواع الإرهاب والاستقطاب والانحراف هو التعليم الوطني الذي يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة. أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تم تعهد فرقة الشرطة العدلية بسوس المدينة بالبحث في قضية عدلية موضوع تبييض الأموال المتأتية من الاتجار في المخدرات وحجز كميات من المخدرات لدى مجموعة من الأنفار من جنسيات مختلفة، حيث تم الاحتفاظ ب9 أنفار مورطين في القضية. هذا وبمواصلة التحري في الموضوع وبتعميق التحريات الميدانية تبين ضلوع أحد الأنفار الذي يقوم بصرف العملة خارج الإطار القانوني والقبض عليه بمحل سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية وحجز مبلغ مالي قدره حوالي 16,000 دينار من العملة التونسية ومبالغ هامة من العملة الجزائرية والليبية والأوروبية. تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس من إحباط عملية توريد غير قانونية لمعدن الفضة وحجز 113 كيلوغراما من هذا المعدن تقدر قيمتها بحوالي 668 ألف دينار، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الإدارة العامة للحرس الوطني. وبينت الإدارة العامة في بلاغها أنه بعد التنسيق مع فرقة تابعة للإدارة الفرعية للاستعلام بالعوينة تم مداهمة محل صاحب مصاغ بجهة البركة بالعاصمة بناء على معلومات دقيقة تفيد بأنه كان يعتزم توريد كميات من معدن الفضة بطرق غير قانونية بالتنسيق مع عدد من الأجانب.
وتم على إثر هذا حجز الكمية المذكورة من معدن الفضة، فضلا عن ضبط صكوك بنكية ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية. كما أشارت إلى أن المحل المذكور لا يملك الدفتر المخصص لتسجيل عملية البيع والشراء، وهو ما يعد خرقا للقوانين، مؤكدا أنه تم الاحتفاظ بصاحب المصاغ على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.